حارسه بسبب إصابة كما شاهدنا، نتمنى أن لا تكون خطيرة. هنا الهدف الوحيد في هذه المباراة عن طريق أمين الشرميطي الذي سجل الهدف الوحيد في الدقيقة 12 من زمن هذه. ممتاز، دوري زين في المملكة العربية السعودية كما ذكرت. الهلال يعني 26 من 10 مباريات، الفريق الذي لم يخسر أول من هذه المباراة. هنا الكرة الأولى التي تعرض من خلالها إلى إصابة مبروك زايد بسبب التحام كما شاهدنا مع لاعبين من نادي الأهلي، أحدهما هو توليدو. هنا إذا إعادة لهذه اللقطة كابتن حسين، يعني احتكاك يحدث لكثير من الحراس، لكن تداعيات هذه الإصابة حدثت ربما بعد دقائق من هذا الالتحام لمبروك. ممكن يكون استشار أو حس في شيء من عملية الاختناق أو شيء من القبيل، هذا أثر على وصول يعني نوعا ما الأكسجين إلى منطقة الرأس، مما يؤدي بعض الأحيان إلى مثل هذه الحالة من التشنج. فأعتقد هذا الوضع اللي أدى إلى هذا الشيء. يعني بداية يعني مع العلاج الطبيعي اللي تم من خلال والغريب أن بلع اللسان يبدو أنه حدث فجأة لمبروك. لا، ما أعتقد أنه وصلت إلى مسألة بلع اللسان. أنا نلاحظ التشنج لله. التشنج هو من جراء يعني حصل له شيء من الكتمة أو شيء من القبيل في صدره، أدى إلى عملية وصول الأكسجين على ما أعتقد إلى منطقة الرأس. لكن يعني حركة أقل. اللاعب، حركة حتى الرجلين غير طبيعية. اي فعلا، يعني مثل ما قلت لك هي مسألة تشنج لقلة وصول الأكسجين بالرأس، يعني تحصل مثل هذه الأمور، بدليل أن مع انتهاء الوضع يعني رجع إلى حالته الطبيعية. لكن يحسب الشيء للجميع اللي موجودين كمدرب كأيضا جهاز إداري موجود، آثروا مصلحة وسلامة اللاعب على حتى نتيجة المباراة، بحكم أنه يعني مبروك بخبرته إضافة إلى اللي يكون داخل في أجواء المباريات.